بدل ما تكون مراكز الشباب هي المكان اللي الولاد الغلابه يلعبوا فيها، لان الشوارع خلاص ما بقاش في شوارع تلعب فيها كوره، مدارس ما بقاش فيها حوش تلعب فيه كوره، حتى مراكز الشباب خليناها بالفلوس، والكوره للفقراء، ومعظم اللي بيبقوا لعيبه كوره بيبقى من البدايه 90% منهم فقراء. انت خليت الفقير بيتفرج من ورا السور ويعيط عايز يلعب ومش عارف. وعمالين نعمل في ملاعب ترتان قد كده، والانديه تعمل اكاديميات، الولد راح يلعب في النادي تلاقي الاداره بتقول له لا خش على الاكاديميه، يا اخي انا عايز العب في النادي، لا ادفع 1000 جنيه وخش، يا عم معيش 1000 جنيه انا عايز العب كوره، لا مفيش روح. خلاص كابتن رضا، انت مبسوط من الكلام اللي بيقوله كابتن؟ طبعا شايفه مظبوط، كلام زي الفل. يعني الراجل كابتن رضا بيتفاعل معاك يعني يا كابتن؟ لا، بيحط ايده على احنا ليه ما وصلناش كاس عالم. هو بيبدا لك بالاكاديميات وبيقول لك الفقير اللي معهوش بيقعد ورا السور دي حقيقه. حقيقه انت عايز تطلع. هو محمد صلاح ده كان ايه وبقى ايه عشان ايه؟ ان جاي من الشارع وجاي من الحته اللي هي الفقيره اللي هي كلنا. وكابتن احمد قال لك شيطاني يعني يعني اللفظ نفسه بس يعني اللي هو طلع ما كانش فيه تخطيط ان ما فيش تخطيط، احنا ما عندناش تخطيط. احنا لو لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. عايزين نطور الكره المصريه، واللي بيدينا روشته محمد فاروق ورضا عبد الله واحمد طيب، ده اول سبل التطوير. الناس دي ما تشوفهمش تاني. النادي الاهلي فاحنا لازم نطبل ونقول لا ده ما تطبلش والله. ده انا سمعت ان في ناس بتقول لك ده البرازيل خرجت عشان هو ما اتخذش. لا ده كانت كده كوميكس يعني يا راجل عليك، والمصحف ما بيعرف يباص، والله ما بيعرف يباص. انا معاك ان انت لازم تشوف اللعيب اكتر وقت عشان تقدر تقيمه، لكن ايوه اصبر عليه اصبر عليه عشان نبقى نشوفه. انما كله بقى يطلع يشتمني. انت عارف بعد ما جاب الجون الماتش اللي فات الشتيمه بقى كله طلع يا جدعان والله ما بيعرف يلعب. ماشي مش شرط، ما هو كان في لعيبه ما بتعرفش تلعب وبتجيب اجوان عادي. انما المشكله ان انا جايب لعيب محترف اتعلم منه، يصنع لي الفارق، يمسك لي في الكوره كده ويفك لي حلول في الفرقه. ده ما بيعرفش خالص. ما بفكرش مرتين يا كابتن على فكره. فاروق نعم فاروق ما تطبلش يا فاروق. ده الكوره اصلا بتاعت المحله دي وحياه المصحف لو جبت عيل صغير هيجيبها. ده معديه من الدنيا كلها، احط بطن رجلي. كابتن دلوقتي انا اي برازيلي مش لازم تقارنه ابدا بكينو اللي هو جه. لا يا حبيبي لازم. بص طالما امال برازيلي ليه؟ ايه؟ امال برازيلي ليه؟ مش لازم في وقت كمان يتاقلم؟ بكره انت، انا بقول لك بكره على الهوا هنا هقول لك وانت هتقول لي رايك فيه. طيب ماشي. ولا بكره ولا بعد بكره، ربنا يديه ويديك طولة العمر. الراجل في 9 ماتشات مع الاهلي مساهم في 7 اهداف، 5 اسيستات وهدفين. ده واضح ان هو عامل حرقان في المزلان.